خير يا دكتور طمني. لا مش خير خالص. يا ملك هو الدكتور قال لك ايه؟ لما نروح هبقى اكتب لك قال لي ايه علشان انت ما بتسمعش. قوم يلا ننزل عشان نروح، يلا قوم قوم. هي يا دكتور طمني على جوز بنتي عامل ايه؟ خير يا دكتور في امل؟ والله الامل في ربنا كبير، بس انا شايف جوز بنتك ده الحاله متاخره جدا ويوم عن يوم بتسوء، يعني للاسف ايام بيقضيها. ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حبيبي يا احمد يعني ايه؟ تروح مني؟ انا شايف بنتك اتبهدلت معاها قوي، ايه رايك بقى في اللي يعوضكم عن كل ده؟ ازاي يا دكتور؟ يعني ايه يا دكتور؟ في امل؟ ممكن نعمل اي حاجه ويخف؟ نعمل اي عمليه ويخف؟ لا انت فاهمه غلط خالص، انا فاهمك كل حاجه. في واحد غني غني جدا، محتاج بس فص من الكبد. فص من الكبد يعني ايه؟ عيب عليك لما تكون دكتور وتقول جمله زي دي. فاكر اني ما بسمعش؟ لا ده انا بسمع وبسمع حلو كمان. هو انا جيت ايه؟ جيت مستشفى ولا جيت عند جزار؟ استني يا بت. طب يا دكتور هو احنا مالنا؟ لا مالكم ازاي؟ احمد جوز بنتك تعبان كده، يعني الكبد عنده شغال، احنا ممكن ناخد منه الفص ده وهتاخدوا فلوس عمركم ما تحلموا بيها. وانا شايف اصلا الحاله معاكم مش احسن حاجه. لا طبعا. انت بتقول ايه؟ انا مش موافقه خالص على اللي انت بتقوله. بقول لك استني، خلينا نسمع كلام الدكتور للاخر. يعني يا دكتور انت متاكد ان هو كده رايح وكده رايح؟ طبعا. يعني يروح بقى وانتوا تستفادوا ولا ما تستفادوش بحاجه؟ يعني المبلغ ده كبير يا دكتور؟ كبير قوي فوق ما تتخيلي يا استاذه. ماما انا شايفاكي متحمسه. هو ايه اللي كده رايح وكده رايح؟ هو ده جوزي، هو كلب. استني بس بلا كلب بلا قطه، خلينا نفهم. ده بيقول لك هو الكليه بتاعته رايحه، يعني قدامه كام يوم ويخلع. هو لو احنا خدنا منه حاجه هيحاسبوه عليها في التربه؟ لا يا عينيا، نهار اسود. انما هيحاسبونا احنا على جوعنا وفقرنا. خلينا يا بنت نقب على وش الدنيا، هو كده كده مش هيتاذي، لكن احنا اللي مأذيين ومتلطمين في الدنيا. هوديني يا بنت، صدقيني ده فرصه وجت لغايه رجلي. هو في دكتور يقول اللي هو بيقوله ده؟ لا وايه؟ ظلمت حياتها معايا، هي مظلومه معايا انا؟ يا ماما ده جوزي. حد قال لك شربات؟ ما تسمعي بقى. شربات ايه؟ اسمعي كلام والدتك وما تردش عليها دلوقتي. روحوا كده وفكروا كده بالعقل وبالراحه وما تنسوش حاجه. انا بقول لكم احمد حالته متاخره، يعني كده رايح. فكروا كويس وردوا عليا. معاكم رقم تليفوني. الأعمار بيد الله يا دكتور. اتفضلوا. في اقرب وقت يا دكتور هتلاقيني برن عليك، هرد عليك يا دكتور. تمام ماشي. استنوا. نعم. هكتب لكم على شويه تحاليل، لو رديتوا عليا ووافقتوا تعملوا التحليل ده قبل ما تيجوا. نعمل لك الاثنين، اكتب بس ومالكش دعوه. هات يا اخوي. ماشي يلا يا بت. تعالي يا بت. يلا يا حبيبي علشان نروح. طب الدكتور قال لكم ايه؟ لما نروح البيت هنكتب لك وانت بقرا. يلا. تمام يلا. شغالين خرص. امال احنا رايحين فين؟ ده مش طريق بيتنا. اه صح يا ماما، انتي ممشيانا، انتي موديانا فين اصلا؟ رايحين يا حبيبتي نعمل التحاليل. نعمل التحاليل؟ اه. هو على اساس ان احنا كده وافقنا يعني؟ ايوه وافقنا ومفيش كلمه بعد كده. خلاص يلا بينا نمشي نعمل التحاليل. يا ماما بس احنا معناش فلوس. صدقي يا بت، صدقي فاتتني الحته دي. تخيلي. لسه له عمر. يلا نروح البيت بعدين نتصرف في الموضوع ده. يلا يا حبيبي هنرجع على البيت. يلا. خايفه منها قوي. يلا. اتفضلي يا ماما. انا عايز اعرف هو الدكتور قال ايه؟ يا دي البلوى. قومي يا حبيبتي هاتي له ورقه وقلم من جوه واكتبي له. حاضر. قولي له اي حاجه. حاضر. جاي. ورقه وقلم ايه واكتب له ده ايه؟ وهكتب له ايه؟
والله يا احمد انت صعبان عليا. معقولة انا هعمل فيك كده؟ والنبي انا ما شفت منك حاجه وحشه، وكنت عايش البيت حلو، بس هنعمل ايه؟ الحي يا اخويا ابدا من الميت. هنعمل ايه يا ابني؟ يلا نستفاد باللي فيك احسن. طبعا يا حماتي انت مفكراني ان انا كده مش سامع انت بتقولي ايه، ولا عارف انتوا بتعملوا ايه اصلا. بس يا خساره اتصدمت فيكم، ده انتوا كنتوا اقرب ناس ليا وبعتبركم اهلي وناسي. معقولة يا ماما انت فكرك يوديكي للحتت دي؟ احنا عمرنا ما كنا كده. هجيب له ورق القلم بقى وخلاص. بس انا معاكم للاخر لما اشوف انتوا اخرتها معاكم ايه. اهو جبت لك الورقة والقلم. بص بقى، الدكتور تمام بيقول انك عاوز تبقى كويس، بس عايز تحاليل. تحاليل. ايوه تمام. تتعمل علشان نعرف اللي عندك، نعرف ايه اللي عندك وتبقى كويس. وعاوزين 5000 جنيه. اكتبي. هو عاوزين 5000 جنيه للتحاليل. للتحاليل 5000 جنيه. ايوه، ويا ريت النهارده قبل بكره. النهارده قبل بكره عشان ما يبقاش خطر على حياتك. علشان ما يبقاش خطر على حياتك. هات الفلوس دلوقتي عشان نروح نعمل التحاليل. وهات الفلوس دلوقتي علشان خاطر نروح نعمل التحاليل. امسك. طيب ماشي يا ملك، يعني انا بعد ما اعمل التحاليل هبقى كويس؟ هتبقى كويس. طيب بصي، رنيلي على اخويا خليه يجيب ايه 5000، لا مش 5، خليه يجيب 10000. ده انت ماشي حاضر. التليفون فين؟ امي هاتيه فزي. ان شاء الله هتبقى فل من هياخدك. هو انا برضو معاكم للاخر، وبدل ما انتوا طالبين 5 لا هديكم زياده، هديكم 10000 جنيه لما اشوف اخرتها معاكم ايه، ولا ناويين على ايه بالظبط. امسك اخوك على التليفون اهو. قول الو. الو ايه يا اخويا، بقول لك هات لي من الخزنه 10000 جنيه وتعالى على البيت. لو سامعني هاتهم وتعالى. الشارع كله سمعك. خد التليفون وقوليله. هات التليفون. ايه مالك اخويا؟ اخوك عايز 10000 جنيه علشان يعمل اشاعات وتحاليل، ويا ريت لو تجيبهم النهارده قبل بكره. ماشي؟ قولي له يا بنت دلوقتي. هاتهم دلوقتي عشان مستعجلين عليهم. ايوه سمعت اخويا واجيب له اللي هو عايزه. خلاص ماشي سلام. بقول لك ايه يا بت؟ ايه؟ انا هدخل جوه المطبخ كده اعمل لنا لقمه ناكلها الواحد هبط ولبس سلامته عشان يتغذى وما يهبطش مننا ويقع واحنا بنعمل التحاليل. طيب الواحد لازم يكون في قلبه رحمه برضه. ماشي. والله يا احمد انت صعبان عليا. انا مش عارفه انا هعمل فيك كده ازاي، ولا قلبي هيطوعني ازاي. بس انا برضو ابدا، انا اولى. انا من حقي اعمل اللي انا عايزاه ويبقى معايا فلوس. وبعدين انت لو جرالك حاجه انا مش هستفاد بحاجه، واخوك الجلده ده مش هيديني ولا جنيه، لان مفيش حته عيل يربطنا ببعض. اخويا اللي ما بيحرمكيش من حاجه هو عمره ما اتاخر عنك باي حاجه. يا خساره يا ملك، اتخدعت فيكي. كنت فاكرك هتعارضي وتقولي لا ما ينفعش اللي هنعمله ده، او تخافي حتى عليا. هما كده هيوافقوا. هيروحوا فين؟ علامة الرضا باين عليهم قوي. اتصل انا بقى بالراجل ده اقول له حضر الفلوس. يا باشا لا ما تشغلش بالك، يا ريت بقى تحضر لي المبلغ اللي اتفقنا عليه وتحضر الباشا الصغير. تمام
مع السلامة. سلام يا باشا. ده بان عليها تلعب معاك يا دكتور محمد، وهيبقى في حتة تانية خالص. هي حماتي فين؟ بتعمل في المطبخ اكل. يلا قومي الكتاب المحروس كده وقولوا له يلا عشان تاكل. يا ماما اكتب له ايه؟ يعني هو اصلا يعني هو ما بيفهمش. يلا علشان تاكل معانا، تمام؟ تاكل. لا انا الحمد لله شبعان مش قادر، كلوا انتوا. يلا وفر. تمام. قومي يا بنت خلينا ناكل جوه. يلا ياكش تموت. انا مالي؟ انت اللي هتاخد التحاليل، هو انا اللي عملت تحاليل؟ وعمل كده ليه؟ ده انت الغل والحقد اللي جواك بان دلوقتي. كل شويه تدعي وكل شويه تعامليني باسلوب مش كويس، وكل ده فاكران ان انا مش فاهم ولا سامع حاجه. بس ماشي، كل حاجه هتيجي في وقتها. وادي 10,000 يا اخويا اللي انت عايزها. ايه ده؟ الشكل اللي بيخبط ده اخويا. هروح افتح له. بس لا يا دي احمد، انت لو فتحت هيشكوا كده وممكن يعرفوا ان انت بتسمع. انا هخليني زي ما انا وخليني معاهم للاخر. ايه ده يا بنت؟ شكله كده اخوه اللي بيخبط ده، ولو قعد للصبح يا حبيبتي مش هيسمع ولا ينيل. روحي افتحي له، يلا نخلص نشوف فيه ايه. حاضر. كان يكون جاب الفلوس ونروح نعمل التحاليل والفلوس تيجي بقى. الله. صحيح، اللي بيسمع بيريح، ولو انت بتسمع كنت زمانك فتحت. ايوه. انا جبت 10,000 اهو. طب يا حبيبي الف شكرا. طب واخويا موجود؟ طبعا يا حبيبي موجود. بس احنا دلوقتي رايحين نعمل تحاليل، هو مش فاضيين، مش هنقعد والكلام ده يعني، ما تقلقش على اخوك. طب خلاص بالمره اجي معاكم وانتوا بتعملوا التحاليل. تيجي معانا فين؟ لا الدنيا زحمه وحر وكلام من ده، هو مش ناقص زهق. وبعدين يا حبيبي ما تقلقش، انا معاه، ده انا هشيله في عيوني الاتنين، هو انا برضه هكل بيه، ده زي ابني. روح انت دلوقتي وهنبقى نقول لك. خلاص ماشي يا حاج. ماشي يا حبيبي الحاجه. حتى اخويا مش عايزين تدخلوه البيت؟ ده انا كنت مخدوع فيكم قوي، ده انتوا اتغيرتوا واتغيرت قوي كمان. يلا يا اختي انت لسه هتضيفين. يلا بضيف. هاخد 5 ليا واديلهم 5. حلو كده. يلا يا حبيبي قوم بقى كده، قومي يا اختي عشان نروح نعمل التحاليل. خلصي. اخوك جه وجاب 10,000 جنيه اهم. اخويا جابهم؟ ايوه جاب الفلوس. تمام. تمام. عشان نروح نعمل تحاليل. انا كنت عايز يجي معايا، هو راح فين؟ مرضيش يجي معانا. شكله كده بعد ما انت تعبت خلاص مش عايز يتحملك. بس ما تقلقش، انت في عينينا. حتى اخويا مش قادر يتحملني وانا تعبان. ماشي يا اخويا، الله يسامحك، ربنا يخليك ليا يا حماتي وما تحرمش منك ابدا. انا جنبك لاخر المشوار. انت حنينه قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ معاك لما اوديك خلصان. التحاليل هنروح نعمل التحاليل. يلا. يلا. ده انت فرصه وجات لي وانا هسيبك. مساء الخير. مساء الخير. امال مين اللي هيحلل؟ اهو هو ده اللي هيحلل يا اخويا. الاسم؟ احمد اسامه. تمام. طيب فين التحاليل اللي الدكتور كتب عليها؟ اهي تحاليل اهي. طب اتفضل معايا. هي بس خد بالك. نعم. معلومه كده لله، هو ما بيسمعش، يعني لما تعوز حاجه منه اكتبها له. هتقعد تتعب في احبالك الصوتيه. شكرا ليك. اتفضل. تعال روح معاه. اخيرا يا بنت، اخيرا النهارده ولا بكره وخلاص هنودع الفقر والغنى بقى يشتغل بقى. الله 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 الله، بقى معانا فلوس كتير. ده ايه ده؟ هعيش، اخيرا هعيش.
تفتكري يا ماما بعد ما يعمل العملية دي في أمل إنه يعيش؟ امل اتجوزت يا اختي وخلفت. امل انه يعيش مين يا حبيبتي؟ ده اول ما هيدخل مش هيخرج تاني غير عن مقابر. خلاص يا حبيبتي انسي بقى اليوم ده اللي هتعيشي فيه وتعيشي حياتك بقى وتتمتعي بالفلوس. امال ايه؟ شمي يا بنت عشان تعرفي تنفسي. التحليل بتقول انت ما عندكش اي حاجه، قالوا ما جايز بيطمنوا عليك. بص يا على فكرة أنا سامعك. ايه ده؟ انت سامعني كويس؟ أيوة سامعك كويس. يعني كده الحمد لله التحليل ما فيهاش حاجة؟ لا انت حضرتك ما فيكش اي حاجه خالص. تمام. طب بس يا ريت تخلي ده سر، مش عايزهم يعرفوا حاجة. اتفضل. كل الحكاية إن هم فاكرين زي ما أنت كنت فاكر كده إن أنا ما بسمعش، واستغلوا ده ودونا عند دكتور شمال عايز ياخد فص من الكبد، كل ده عشان خاطر الفلوس. طب انت ساكت ليه؟ ما تبلغ عنه. أنا مبلغ بس مستني بس عشان يبقى معايا الدليل يبقى متلبسين. خلاص ماشي، اتفضل. تعال. خير طمنا. لا اطمني مفيش اي حاجه. اللهم لك الحمد يا بعد رب. اذنكم. اللهم لك الحمد. ماما هو ازاي الدكتور اللي احنا رحنا له قبل كده قال إنه هو مش كويس وأيامه معدودة، وازاي ده بيقول كويس وبخير؟ يا حبيبتي يقول اللي يقوله، المهم ان احنا خلاص اتفقنا مع الدكتور. خلاص يا حبيبتي اتفقنا على الفلوس وتعشمنا خلاص، مش مهم اي حاجه تانية. بتقولي حاجة يا حماتي؟ بقول ان انت زي الفل. يلا نمشي. طب يا ماما يعني هيعيش؟ ما يعيش يا حبيبتي ولا يغور، انا مال انا ايه علاقتي بالحوار؟ انا اتعشمت بالفلوس خلاص يا حبيبتي، انا رستقت حياتي على الفلوس، مش عايزه حاجه اكتر من كده. يلا يلا نمشي. يلا جبت لي قراع بدل الصداع. يلا. هو احنا رايحين فين؟ يا ده النصيبه، رايحين للدكتور. امشي يا ابني، هو انا هعمل فيك حاجه وحشه برضه؟ يلا يا أحمد يلا. يلا يا حبيبي. يلا تعال خد يا دكتور. اتفضل. التحاليل اهي. تمام. دكتور لا كل حاجه زي الفل. أنا ينفع. بس عندي سؤال. اتفضلي. هو ازاي حضرتك كنت بتقول ان ايامه في الدنيا معدودة وان هو مش هيخف خالص وان هو تعبان، وازاي رحنا لدكتور تاني وبيقول ان هو كويس وبقى بخير وهيعيش؟ احمد سليم 100%، ما عندوش اي حاجه. لو عايزين تكملوا المشوار اللي بدأناه هتاخدوا فلوسكم ويبقى 100. مش عايزين خلاص ما عملناش اي حاجه. ايوه يا دكتور نكمل، امال ايه؟ انا كلمني في ايه؟ سيبك منها يا دكتور. بعد اذنك انت يا حاجه، بعد اذنك خليك على جنب دلوقتي. انا عايز الموافقه من مراته. موافقه ولا لا؟ يا بنت وافقي. طبعا موافقة. خدوه اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس الفلوس الاول. تمام، بس قبل الفلوس بقى يا حلوه تمدلوا على الاقرار ده. اتفضلي. لو ينفع عندك كنت مضيت خلصي. هو انتوا بتتخانقوا؟ لا احنا لسه بنعمل لك التحاليل. تمام هو كده. اتفضل يا استاذ احمد. شكرا يا دكتور محمد. انا مش فاهمة حاجة، في ايه يا ماما؟ هو بقى بيتكلم بصوت واطي كده ازاي؟ انا هفهمكم. انت بتسمع؟ ايوه بس بيسمع كويس جدا. وعلى فكرة سامع ومتابع المؤامرة اللي انتوا عاملينها عليا من اول ما ابتديتوا. مؤامرة ايه؟ مفيش منه. انا عايز بس اعرف حاجة واحدة. ماما ايه؟ انا قصرت معاكي في ايه يا ملك؟ بتبيعيني مقابل الفلوس؟ ليه؟ قصرت في ايه؟ ولا شفت مني ايه وحش؟ ولا حرمتك من ايه؟ اذا كنت انت ولا امك. والله الدكتور اللي قال لنا اصلا هو هو الدكتور السبب. ايوه ثانية واحدة، ثانية. الدكتور كان بيخيركم وقال لكم يا جماعة مش موافقين؟ خدوه وامشوا كأن مفيش حاجة، موافقين هنكمل السكة اللي مشينا فيها، صح ولا لا؟ ليه يا ملك؟
ليه؟ ده انا امك مشيت اخويا من البيت وفضيت لها الاوضه بتاعته وقلت له روح اقعد انت في البيت القديم عشان اجيب امك تعيش معانا وتبقى جنبنا. كنت فاكر ان انا بشتري اهل وسند. ليه؟ اتريني كنت بربي ديابه في البيت. ايه ده بس، ما انت الحمد لله اطمنا عليك ان انت سليم. سامحني يا كل احمد. كلمه كنت بتقولها وحشه في حقك كنت بسمعها. والله أخور. انا كنت رافضه، والله انا كنت رافضه. ما هو لحد اخر لحظه خيرك ومضيتي يا ملك، وكنت كل كلمه وحشه بتقولها عليا كنت بسمعها. كنت بستغرب انا عملت ايه وحش. ده انا اخر مره كنت عامل لك مفاجاه ان انا اطلعك عمره، قلت ده في مقام والدتي، بس للاسف اكتشفت المؤامره بتاعتكم ما كنتش مصدق نفسي. طب سامحنا يا احمد، سامحنا اخر مره، خلاص مش هنكررها تاني. والله الواحد لما بيربي كلب بيتمر فيه، لكن للاسف انتوا هقول عليكم صح. اللي انتوا مضيت عليها دي ده مش ورقه عاديه ولا حاجه، لا ده تناسب بكل حقوق بنتك. يعني معنى كده ان هي ملهاش حاجه عندي، وكرما مني هديكم اللبس بتاعكم اللي في البيت بس. وبنتك طارق يعني مش عايز اشوف وشكم تاني. الحمد لله اني اكتشفتكم قبل الحلو اللي كنت هعمله معاكم. يلا بره استني. هاتي. لا مش دي بقى الفلوس اللي اخويا جابها اللي عملت بقى التحاليل؟ والله كتر خيركم، ادي انا عملت تحاليل عشان اطمن على نفسي، الموضوع ما جاش بخساره. يلا بره. ما بتاع التحليل لسه ياخد الفلوس، انا هاخدهم انا. بقول لك يلا بره. انت هتفضلي ايه؟ ايه الغل والحقد ده؟ انتوا مش بني ادمين. استني يا ماما، انت اللي وجهتيني للغلط، انت سبب في كل اللي احنا فيه، انت اللي طلعتيني من جوزي، انت اللي خرجتي عليا. احمد انا بحبك انت، عايزاك انت، انا خلاص مش عايزاكي ولا عايزه اعيش معاكي. انا عايزه جوزي وهقف جنبه. انا مش عايزه اعيش معاكي ولا عايزه اعرفك. وانت فاكره بقى كده ان انا هوافق وهرجعك؟ للاسف لتاني مره بتغلطي. بعت امك في ثانيه اهو. يعني معنى كده ان هيجي عليا وقت وتبيعيني. انا بعتها عشانك زي ما كنت هتبيعيني عشانها وعشان خاطر الفلوس. يعني انت مع المصلحه بره، ما تلزمنيش. انا متشكر جدا ليك وعلى وقفتك معايا. انا مش عارف من غيرك كان زمان دلوقتي مساري هيبقى ايه. ولا يهمك يا استاذ احمد، الحمد لله ان جت على كده، انا مش عايزك تزعل، ده انت ربنا نجاك منهم. الحمد لله، وجميلة في وقفتك معايا دي في رقبة اليوم الدين. تسلم يا باشا. يلا بعد اذنك. اتفضل. اللي انت عملتيه ده غلط يا ماما. عاجبك اللي انت عملتيه ده؟ يا اختي خلاص، انت هتقعدي تندبي حظك؟ ما خلاص بقى، هو يعني كان النيئه راح لحاله بقى، خلاص كل شيء نصيب. يا ماما كان كويس وكان هيعيشنا احسن عيشه. يا ماما ما كانش في حاجه تتعب يا ماما، انت اللي استعجلتي وانت اللي شغلتي مخك. خلاص اللي حصل حصل، يلا نروح. انا مش همشي معاكي يا ماما، انا هرجع له ان شاء الله استسمحه. المهم ارجع له واعيش احسن عيشه. وانت فاكره ان هو هيرضى يا حبيبتي؟ والله هفضل وراه لغايه ما يرضى، بس انا مش ماشيه معاكي. مع السلامه، اياكش يبيتك في الشارع. يلا اتكل على الله. وهو ده كل اللي حصل يا اخويا. عرفت بقى انا مشيتهم من هنا ليه؟ الحمد لله ان هي جت على كده. الحمد لله. المهم بقى انا عايزك ترجع تعيش معايا هنا في البيت تاني من النهارده تمام. هروح اجيب اللبس واجيب الحاجات. هات حاجتك ويلا. ولا اقول لك استنى هاجي معاك. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك تاني هنا؟ انا محتاجاك يا احمد. مفيش داعي للكلام ده وخلاص، الموضوع بالنسبه لي منتهي، وتحمد ربنا ان انا ما سلمتكمش اصلا. حتى لو قلت لك ان انا حامل. حامل؟ ايوه حامل. طب بقول لك يا اخويا، ما تسامحها وتبدا نطر من بقول لك يا اخويا ما تسامحها ونطر من اول الصف.